بلا ما نطيق شويه. كيهربني شي واحد كيجي كيقول لي انا الناس ما كيحبونيش. واش انت تاكوت يبقاو يختاروك الناس؟ راه من الغباء 2025 2026 داخله المونديال قريب وبنادم مازال كيتسنى الحب من عند الناس. من الغباء. خص يكون عندك اكتفاء ذاتي. ما معنى اكتفاء ذاتي؟ اكتفاء ذاتي هو انك انت واحد الانسان كتشوف راسك كانسان كافي راسك، ما كيكونش عندك داك النقص ديال الناس. انت مع راسك ودوله يا ناس، مع راسك ومرتاح، تعيش مع الوحده ديالك. شتي فاش كيكون عندك اكتفاء ذاتي الناس كيحترموك، فاش كيكون عندك نقص داك النقص كيظهر للناس برا، كيتكبروا عليك وكيتجاهلوك وكيلعبوا عليك العشره. الانسان اللي عنده اكتفاء ذاتي مستحيل يتلعبوا به الناس، لان كتكون عنده واحد الحاجه ما عندش اي واحد، ما هي قدره التخلي. وفي التخلي تجلي يا صديقي. قدره التخلي الا كانت عندك وكنتي مقتنع براسك، اللي عجبته مرحبا به واللي ما عجبتوش يشرب البحر، كتمشي مرتاح مع راسك. لان الناس حقيقه علميه خصك تحط حلقه في وديناتك بان الناس حتى شي واحد ما مسوق لك في هذه الكره الارضيه، كل واحد مسوق لراسو كيفاش غيشوفوه الناس. يعني حتى شي واحد ما مهتم بالامر ديالك، حتى شي واحد ما عارفك انت واش معشي ولا ما معشيش، بغير الله والوالدين الزويونين ديالك. هذه حقيقه خصك تعيش بها وتمشي بها مدى الحياه. الناس اللي بعضيها البعض، انت خصك تعيش راسك، تكون عندك اكتفاء ذاتي مع راسك، تخدم على انك تبغي راسك. راه الا ما بغيتيش راسك ما غيبغيوكش الناس، هذه ماشي هضره، هذه حقيقه. علاش؟ فاش كتكون كتبغي راسك كتعطي واحد الاحترام لراسك، كتعلم تعيش مع الوحده ديالك، كتكون واحد الانسان ذئب منفرد، انسان عندك عقليه كتعرف تتعامل مع راسك. والانسان اللي كيعرف يتعامل مع راسه والانسان اللي كيداوي جروحه بجروحه ما كيتسناش الناس، ما عندوش داك النقص ديال الناس. ها علاش الاكتفاء الذاتي مزيان بوحدك ودوله يا ناس. الميساج ديالي كنتمنى يوصل. وسلام عليكم.